السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير خلق الله المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أبنائي وبناتي الأعزاء، طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني ومع اللغة العربية. عدنا إليكم أبنائي الأعزاء. هيا أبنائي الأعزاء نبدأ معا الفصل الدراسي الثاني في اللغة العربية. مرحبا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. هيا أبنائي الأعزاء نبدأ مع الدرس الأول، تقييم تشخيصي. نبدأ أبنائي الأعزاء التقييم التشخيصي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نشاط رقم 1، اقرأ ثم أجب. القراءة غذاء العقل وروح الإنسان، فهي تمنحنا المعرفة وتفتح أمامنا أبوابا من العوالم المختلفة، والقارئ الجيد هو الذي يطور نفسه باستمرار ويبحث عن الجديد في الكتب والمقالات. ولا شك أن القراءة تساعدنا على تحسين لغتنا وتنمية فكرنا، لذا يجب أن نخصص لها وقتا يوميا، لأنها السبيل الأمثل للارتقاء بالعقل والروح. هيا أبنائي نجيب عن الأسئلة. ما معنى تمنحنا في سياق الفقرة؟ تختبرنا ولا تعلمنا ولا تعطينا ولا تساعدنا؟ الإجابة الصحيحة أبنائي طبعا نلاحظ أن الإجابات كلها قريبة من الإجابة الصحيحة. قد تكون تختبرنا، تعلمنا، تعطينا، تساعدنا، ولكن سياق الكلام أبنائي الأعزاء هنا تمنحنا بمعنى تعطينا، تمنحنا، تهبنا وتعطينا. طبعا أبناء المعنى القريب تهبنا وتعطينا، فتتفضل علينا بالشيء الفاضل وهو العلم، وهو القراءة طبعا يأتينا عن طريقه العلم، فهي تهبنا وتعطينا. فنختار أبنائي كلمة إيه؟ تعطينا. نختار أبنائي كلمة إيه؟ تعطينا. رقم ب، ما المقصود بكلمة أبوابا في جملة وتفتح أمامنا أبوابا من العوالم المختلفة؟ هل كلمة أبواب أبنائي بمعنى فرص ولا كتب ولا أماكن ولا شوارع؟ نستبعد أبنائي كلمة شوارع لأن هذا ليس مجالها. نستبعد أبنائي كلمة أماكن. يبقى كده قدامي كلمة إيه؟ فرص وكتب. أنا أتردد الآن بين فرص وكتب. طبعا أبنائي وتفتح أمامنا كتب من العوالم، طبعا نستبعد برضو كلمة كتب، ولكن المعنى الصحيح فرص. فهذه هي القراءة، تفتح أمامنا أبوابا بمعنى فرص من العوالم المختلفة. يبقى نختار أبنائي كلمة إيه؟ فرص. كلمة فرص. رقم ج، ما مضاد كلمة الارتقاء كما وردت في الفقرة؟ هنا أبنائي طبعا كلمة الارتقاء معناها طبعا قد يكون التطوير والعلو والسمو، إنما أبنائي الأعزاء هو عايز مني مضاد الكلمة الارتقاء، وهو السمو والعلو والارتقاء والرفعة. مضادها طبعا أبنائي إيه؟ كلمة الهبوط. نختار كلمة إيه يا أبنائي؟ الهبوط. نختار كلمة الهبوط. رقم د بعد ذلك يا أبنائي بيقول لي لماذا وصفت القراءة بأنها غذاء لعقل الإنسان وروحه؟ تعالوا أبنائي نشوف الإجابة عن هذا السؤال. د، لماذا وصفت القراءة بأنها غذاء لعقل الإنسان وروحه؟ الإجابة أبنائي الأعزاء وردت في القطعة: لأنها تمنحنا المعرفة وتفتح أمامنا أبوابا من العوالم المختلفة، والقارئ الجيد من يطور نفسه باستمرار. السؤال الذي بعد ذلك أبنائي: كيف تساعدنا القراءة في تطوير أنفسنا؟ الإجابة أبنائي الأعزاء ستكون كالتالي: من خلال القطعة أن نبحث عن الجديد في الكتب والمقالات، فالقراءة تساعدنا على تحسين لغتنا وتنمية فكرنا ونخصص لها وقتا يوميا. هذه إجابة كاملة أبنائي عن السؤال: كيف تساعدنا القراءة في تطوير أنفسنا؟ نبحث عن الجديد في الكتب والمقالات، ومن خلال الجديد في الكتب والمقالات بالقراءة نستطيع أن نحسن لغتنا وننمي فكرنا في جميع المواد إن شاء الله أبنائي الأعزاء. بعد كده أبنائي الأعزاء، ما الدور الذي تلعبه القراءة في تحسين اللغة؟ ما هو دور القراءة أبنائي في تحسين اللغة؟ تعالوا نشوف دور القراءة في تحسين اللغة.
الإجابة أبنائي هي السبيل الأمثل للارتقاء بالعقل والروح، فهي غذاء العقل وروح الإنسان وتمنحنا المعرفة وتفتح أمامنا أبواب العوالم المختلفة. هكذا أبنائي تكون الإجابة، هكذا تكون الإجابة، هي السبيل الأمثل للارتقاء بالعقل والروح. يبقى الدور الذي تلعبه القراءة في تحسين اللغة هي السبيل الأمثل للارتقاء بالعقل والروح، فهي غذاء العقل وروح الإنسان وتمنحنا المعرفة وتفتح أمامنا أبواب العوالم المختلفة. سؤال بعد ذلك أبنائي: لماذا يعد تخصيص وقت يومي للقراءة أمرا مهما؟ نكتب الإجابة أبنائي: لأن القراءة هي السبيل الأمثل للارتقاء بالروح والعقل، لأن القراءة هي السبيل الأمثل للارتقاء بالروح والعقل. رقم ج بعد ذلك أبناء وحاء: استخرج من الفقرة فعلا مضارعا واسما مجرورا. الفعل المضارع أبنائي كثير الأفعال المضارعة التي وردت بالقطعة، مثل كلمة تفتح، يطور، يبحث، تساعدنا، نخصص، يجب، كل هذه أبنائي أفعال مضارعة مرفوعة بالضمة الظاهرة. بعد كده أبنائي بيقول اسم مجرور. الاسم المجرور أبنائي هو كل اسم وقع بعد حرف جر، أو وقع طبعا أبنائي اسم مضاف إليه. يعني في حالتين الاسم يجر، في حالة لما يقع بعد حرف جر، وفي حالة لما يقع اسم مجرور بعد يقع مضاف إليه. فهنا طبعا وردت في القطعة أبنائي كلمة العوالم والارتقاء والعقل. لماذا أبنائي كلها أسماء مجرورة بالكسرة؟ لأن كلمة العوالم أبنائي سبقها حرف جر من العوالم، من حرف جر، والعوالم اسم مجرور علامة الجر الكسر لأنه يعتبر أبنائي جمع تكسير. الارتقاء أبنائي سبقت بحرف الجر اللام للارتقاء، والعقل سبقت بحرف الجر الباء بالعقل فهي حرف جر. اللام والباء ومن كلها حروف جر أبنائي الأعزاء، وأي اسم يأتي بعدها يأتي اسم مجرور. بعد كده بعد رقم طاء أبنائي بيقول لي القراءة غذاء العقل. اعرب كلمة غذاء في الجملة. طبعا أبنائي عندما نعرب غذاء، لكي نعرف غذاء يجب أن نعرف الكلمة التي قبلها، فالتي قبلها القراءة وهي مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، وغذاء طبعا خبر مبتدأ اللي هو القراءة مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. يبقى غذاء خبر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. واحد يقول لي يا أستاذ طب والعقل؟ العقل مضاف إليه مجرور بالكسرة. هكذا أبنائي الأعزاء. بعد كده أبنائي بيقول لي القارئ الجيد هو الذي يطور نفسه باستمرار. استخرج مبتدأ. معروف أبنائي أول كلمة ما دام اسم يبقى هي نقول عليها مبتدأ. مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة كلمة القارئ، مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. طب بيقول لي بعد كده خبر. الخبر أبنائي إنه ركز جيدا ليست كلمة الجيد خبر. ليه؟ لأن أبنائي كلمة القارئ كلمة معرفة بالألف واللام، وكلمة الجيد معرفة بالألف واللام. في هذه الحالة نعربها نعت، وإن شاء الله أبنائي سنأخذ درس النعت في هذا الفصل الدراسي الثاني، وهو درس سهل جدا وله قواعد إذا مشيت عليها هتعرف على طول هذه الكلمة إذا كانت نعت ولا مش نعت. فكلمة الجيد هنا أبنائي سبقت قبل أن نأخذها في الدرس، هي عبارة عن نعت مرفوع بالضمة الظاهرة، لأنها النعت يتبع المنعوت ما قبله. إذا كانت مرفوعة تبقى هي مرفوعة، إذا كانت مجرورة تبقى هي مجرورة، إذا كانت منصوبة تبقى هي منصوبة، وهكذا. طيب إذن أبنائي الأعزاء القارئ مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة. الجيد صفة لكلمة القارئ تعرب نعت مرفوع بالضمة الظاهرة. أما أبنائي الخبر كلمة هو خبر مبتدأ في محل رفع. لماذا في محل رفع أبنائي؟ لأنه ضمير، والضمير مبني، أي ضمير بيكون مبني على هنا طبعا هو مبني على الفتح، في محل رفع خبر المبتدأ بتاعي وهو القارئ. كده يا أبنائي يكون انتهيت من الفقرة الأولى. ندخل بعد كده يا أبنائي على الفقرة الثانية. بسم الله نبدأ نشاط رقم 2. اقرأ ثم أجب. تعد الطبيعة من أعظم النعم التي منح الله الإنسان إياها، فهي توفر لنا الهواء النقي والماء العذب، وتعد أيضا مصدرا للغذاء والدواء، كما أنها تسهم في تحسين حالتنا النفسية وتمنحنا شعورا بالراحة والسعادة. إن الحفاظ على البيئة والتوازن البيئي يعد واجبا على كل فرد، لأن تدمير الطبيعة يؤثر سلبا على حياتنا ومستقبل الأجيال القادمة.
لذلك يجب علينا أن نعمل جاهدين على حماية الطبيعة والمحافظة عليها. هيا أبنائي نجيب عن الأسئلة التالية. ما معنى التوازن البيئي في الفقرة؟ ما معنى التوازن البيئي في الفقرة؟ تعالوا أبنائي الأعزاء نجيب عن الأسئلة. التوازن البيئي في الفقرة هل هو استقرار العلاقات، الحفاظ على التنوع، اختلال النظام، عدم التغيير؟ طبعا استقرار العلاقات. في هذه القطعة لا يتكلم هو عن العلاقات بين الناس وبعضها البعض، وإنما يتكلم عن الطبيعة أنها أعظم نعمة من نعم الله التي منحها للإنسان عندما توفر له الهواء النقي والماء العذب، وتكون مصدر للغذاء والدواء. فهنا عملية تعدد وتنوع، فمن الواجب علينا أن نحافظ على هذا التنوع. يبقى الإجابة ستكون الحفاظ على التنوع. الحفاظ على ما معنى التوازن البيئي في الفقرة؟ نقول الحفاظ على التنوع. نختار أبنائي الأعزاء الحفاظ على التنوع هو المقصود بكلمة التوازن البيئي. وطبعا الحفاظ على التنوع واجب على كل فرد من الأفراد. من ناحية إيه؟ من ناحية الطبيعة وليس من ناحية الأفراد. طيب بعد كده أبنائي، ما مرادف كلمة واجبا كما وردت بالفقرة؟ أين كلمة واجبا أبنائي؟ قال لي إن الحفاظ على البيئة والتوازن البيئي يعد واجبا على كل فرد. واجب على كل فرد، هل هي مسؤولية كل فرد ولا اختيار كل فرد ولا عقوبة كل فرد ولا هدية كل فرد؟ طبعا أبنائي المعنى القريب والأحسن مسؤولية. ما دام قال كل فرد يجب عليه أن يحافظ على البيئة، يبقى مسؤولية كل فرد منا أن يحافظ على البيئة وسلامتها ونظافتها، يبقى نختار مسؤولية. رقم ج، ما مضاد كلمة الحفاظ كما وردت بالفقرة؟ طبعا أبناء الحفاظ كلمة جميلة. الحفاظ إن إحنا طبعا نحافظ عليها فتستقر الحياة سليمة. فمضاد كلمة الحفاظ طبعا أبنائي هل هو الإهمال ولا الاستهتار ولا التخاذل ولا الدعم؟ الإهمال والاستهتار متقاربتين، ولكن إحنا طبعا هنا ليس في مكان لعب حتى نستهتر أو مكان جدال ولا كده، إنما المعنى القريب والأحسن هو الإهمال. مضاد الحفاظ الإهمال. نختار أبناء كلمة إيه؟ الإهمال. د، لماذا يعد تدمير الطبيعة خطرا على الأجيال القادمة؟ الإجابة أبنائي ستكون لأن تدمير الطبيعة يؤثر سلبا على حياتنا ومستقبل الأجيال القادمة، وهي من أعظم نعم الله علينا للإنسان طبعا، اللي هي إيه طبعا أبنائي؟ الطبيعة. بعد كده يا أبنائي، كيف يمكننا العمل على حماية الطبيعة؟ من القطعة أبنائي بنجيب الإيه؟ المعنى والإجابة. كيف يمكننا العمل على حماية الطبيعة؟ يجب علينا أن نعمل جاهدين على حماية الطبيعة والمحافظة عليها، وهذا واجب على كل فرد منا. هذه الإجابة النموذجية أبنائي لهذا السؤال. بعد كده يا أبنائي بيقول لي استخرج من الفقرة اسما مرفوعا وفعلا ماضيا وحرف جر. الاسم المرفوع أبنائي هو طبعا أي كلمة نعربها مبتدأ أو أي كلمة نعربها فاعل. في هذه الحالة أبنائي طبعا بتكون اسم مرفوع. طيب أول حاجة عندي يا أبنائي الاسم المرفوع زي كلمة إيه؟ زي منح الله. نلاحظ أبنائي منح فعل ماضي مبني على الفتح، أما كلمة الله لفظ الجلالة المعظم سبحانه وتعالى فهي طبعا أبنائي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يبقى اسم مرفوع الله، لفظ الجلالة المعظم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. بعد كده يا ابنائي بيقول لي فعلا ماضيا. في الفقرة كلها يا ابنائي لم يأتي فعل إلا فعل ماضي واحد فقط، وهي كلمة منح. نعربها فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح. أما حروف الجر يا ابنائي فوردت 3 حروف من، في، على. من وفي وعلى، من وفي وعلى، من وفي وعلى. وبكده يا ابنائي الاعزاء اكون وصلت معكم الى نهايه هذا الدرس، وهو عباره عن تقييم تشخيصي لكم، يعني عباره عن مراجعه بتقيس معلوماتكم، وهي مهمه جدا يا ابنائي، استفتاحيه مهمه جدا. طبعا ابنائي بنستقبل بها الكتاب، وان شاء الله يا ابنائي الاعزاء سيكون الدرس الاول في الموضوع الاول في الوحده الاولى رياده الاعمال، الموضوع الاول اسس الحضاره،
والدرس الأول سيكون الحضارة الإنسانية، وإن شاء الله من خلالها سنقوم بمراجعة على ما سبق دراسته من القواعد اللغوية، ثم تعبير كتابي بعد ذلك في هذه الوحدة يا أبنائي، كتابة مذكرات شخصية والإملاء مراجعة على ما سبق دراسته. والدرس الثاني سيكون معلمتي أطلقت موهبتي، وإن شاء الله يا أبنائي حتى ألقاكم، جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرجو منكم الدعم أبنائي بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وهذا يدعمني كثيرا جدا أبنائي، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا أبنائي الإعجاب بالفيديو، جزاكم الله خير الجزاء.